السلام عليكم الأصدقاء. اليوم جيت نهضر على هذا اللاعب أنس الزروري اللي غيعوض أمين حارث في كأس العالم قطر، وغالبا هو اللي غادي يحمل رقم 10. وهو لاعب مزيان، حقيقة لاعب مزيان مهاري عنده ما يقول، وصغير في السن. ولكن واحد القضية، أنا شفت الصفحات كاملة كتهضر عليه، يعني قريب أنه يجي المنتخب، ومع ذلك لم يحرك ساكنا. حتى الرياض المغرب ما حطهاش في الانستغرام ديالو ولا في الفيسبوك ديالو ولا اي بلاصه، ما حطهاش نهائيا، بحال الا السيد ماشي مغربي، مع ان الام ديالو مغربيه والاب ديالو مغربي، ولعب في جميع الفئات ديال المنتخب البلجيكي، يعني انه ما بينش الانتماء ديالو. فانا كنظن واخا يكون عنده ما يقول، انا شفت اللاعب، بحثت عليه، قلبت عليه، اللاعب عنده ما يقول من ناحيه ديال الكره، ولكن ما كيبان لياش عنده شي وطنيه اتجاه المغرب. واللاعب الا ما كانش كيموت على الرايه راه ما غاديش يعطي كل ما في جهده. يعني صراحه انا كنهضر نيشان، وكنتمنى الناس انها تكومونطي وتعطي الراي ديالها من هذه الناحيه هذه، حيت بعض المرات تيكون اللاعب عنده ما يقول، ولكن كيمشي على ود كاس العالم. انا دابا حاليا تنقلب هذا اللاعب هذا، رغم ان الصفحات المغربيه كامله كتهضر عليه والناس كتبارطاجيه والاخبار كامله عليه، ومع ذلك ما دار حتى الرايه ديال المغرب في الانستغرام ديالو او لا في الفيسبوك ديالو او لا اي بلاصه ديال مواقع التواصل الاجتماعي كيستعملها هي. على الاقل بعدا عبر على الوطنيه ديالك، كنتي كتلعب في المنتخب البلجيكي في جميع الفئات، فجاتك هذه الفرصه هذه، بين انك وطني بعدا. فكنتمنى الناس تكومونطي، اللي متفق معايا يكومونطي، واللي ما متفقش معايا يكومونطي، وعطيو الاراء ديالكم. وشكرا على المشاهده، السلام عليكم.